مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. دعوة لزراعة البذور الزيتية في مندفة. تطور الأنشطة الزراعية في عدن. إشادة بتضافر الجهود في قضايا الشباب. اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية غير مسبوقة وكوريا الجنوبية تحتج. الهند تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. بيونغ يانغ تختبر محرك وقود صلب عالي الدفع. السلام عليكم ورحمة الله. دعا مدير مديرية مندفرة السيد قياس وهبة المزارعين النموذجيين لزراعة بذور زيت الخردل التي أعطت إنتاج جيد في التجارب. وقال في رسالة التي وجهها لمزارعي كودوفلاسي وعدباري وغازاغوبو وزبانعونة يوم 14 من ديسمبر: إن على المزارعين اتباع الوسائل العلمية الزراعية واستخدام البذور المحسنة لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح بأن بذور زيت الخردل الذي له فوائد كبيرة في غذاء الإنسان والحيوان له أيضا فائدة اقتصادية كبيرة. وذكر المزارع النموذجي سيد كحساي هيلة في المناسبة أنه زرع مساحة هكتار واحد العام الماضي بالخردل وأنتج أكثر من 23 كنتالا ووجد ربح كبير في السوق. من جانبه أوضح مسؤول تنمية النباتات السيد تخلو براخي أن مناسبات تبادل التجارب بين المزارعين تكسب المعرفة العلمية، داعيا لتنمية الخردل خاصة المزارعين المستخدمين للزراعة المروية. ذكر المهنيون الزراعيون في مديرية الدخالة أن التنويع الزراعي ساعد على تطور الزراعة ورفع الإنتاج. وأوضح ممثل مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد محرت أبهيلو أن هطول 806 ملم من الأمطار هذه السنة ساعد على نمو جيد للمزارع التي بلغت مستوى الإثمار والقطاف. وذكر خبير تنمية النباتات السيد كيدان مريم لأكي أن أغلب المزارعين كانوا يزرعون الطاف سابقا، ومع التنويع الزراعي والجماعي زاد الإنتاج. وأفاد المزارعون بأن التنويع الزراعي الذي قاموا به اتباعا لإرشادات خبراء الزراعة مكنهم من رفع الإنتاج. وقال مدير مديرية الدخان السيد عبد مسقل الحنوم إن التنويع الزراعي والزراعة الجماعية جرى الدعوة لها منذ عام 2017 بتنسيق الإدارة ووزارة الزراعة، ويجري العمل بها حاليا. أشاد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر بالمشاركة القوية لمؤسسات الحكومة والجبهة في قضايا الشباب. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد السيد عثمان عبد القادر في التقييم الذي جرى يوم 13 من ديسمبر المشاركة الكبيرة للجهات الشريكة في جميع الأنشطة المنفذة لتنمية قدرات الشباب. وقال إن المشاركة التي أبداها الشباب لإعالة أسر الشهداء والتبرع الطوعي بالدم والنفير التنموي هي نتاج تنسيق مؤسسات الحكومة والجبهة، مشيدا بالأعمال المنفذة لرفع كفاءة الطلاب الأكاديمية والتوعية الصحية. وقدمت في الاجتماع تقارير عن أنشطة فروع الاتحاد في المديريات وتنظيم الدورات التدريبية ل300 شاب بينهم 120 امرأة. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في ختام الاجتماع إن تطور البلاد يأتي بالاستثمار في الشباب، موضحا إن جهود رفع قدرات الشباب عمليا ومهنيا ليست مسؤولية الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وحده، بل المجتمع بصورة عامة. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه يوم 14 من ديسمبر الجاري تنفيذ مهام مرضية لرفع وعي الشباب وتقوية تأطير الشباب العمال. وقدم في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الاتحاد في المديريات والجهات الشريكة شرحا حول البرامج المنفذة ودور الشركاء في قضايا الشباب. وذكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد السيد دخل زرعه بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء للإسراع في بناء مركز الشباب في مصوع.
من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد جعفر إن تقوية الاتحاد الوطني للشباب والطلبة له دور في تقوية الجبهة، داعيا العمل لتعزيز مشاركة المرأة في جميع أنشطة الاتحاد. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزانا أدوناي إن الجهود تبذل لتقوية مساهمة الشباب في كافة المجالات، مناشدا لتمهيد الأرضية لتوسيع برامج التأهيل في العلوم الاجتماعية. وطالب الاجتماع للاهتمام بتقوية مراكز الشباب وتعزيز المشاركة الحكومية والشعبية لتأهيل الشباب. جرى الاحتفاء بيوم المزارعين يوم 14 من ديسمبر الجاري في مديرية سرجقة بحضور ممثلين عن قريتي قرمي ومسفنتو. ودعا مسؤول قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد أسرات هيلة في المناسبة التي جرت في المزارع لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين لحصاد محصول وفير بقلة من البذور. من جانبها أوضحت مسؤول تطوير البذور الآنسة جنة قرزقهير الاستفادة من المناسبة لتعريف المزارعين بأنواع البذور التي تقدم محصول وافر، مشيرة إلى تنمية البذور المحسنة للشعير والقمح والذرة والذرة الشامية والدخن والبذور الزيتية والحمص والفاصوليا. ونظمت جولة تفقدية في قريتي قرمي ومسفنتو لمشاهدة 8 أنواع من الذرة الشامية المهجنة المزروعة. وأشار مسؤولو الزراعة في سرجقة إلى تنظيم دورة تدريبية ل48 مزارعا للنشر والتعريف بالبذور المحسنة وتقديمها ل57 مزارعا. وناشد المزارعون لتواصل دعم وزارة الزراعة مؤكدين على الاستعداد للزراعة الجماعية. ودعا مدير مديرية سرجقة السيد كفل مريم قبل مسقل المزارعين للاهتمام بحماية التربة وحفظ المياه واتباع إرشادات خبراء الزراعة لرفع الإنتاج. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. كشفت اليابان عن سياسة دفاعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية تتضمن تخصيص 320 مليار دولار لتقوية قدراتها العسكرية والتزود بصواريخ قادرة على ضرب الصين، في حين احتجت جارتها كوريا الجنوبية على بند في السياسة الدفاعية الجديدة يتعلق بجزر متنازع عليها بين البلدين. وأقرت الحكومة اليابانية تعديلات قانونية هي الأكبر من نوعها على استراتيجية الدفاع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العام 1945. وتصف وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة الجار الصين بالتحدي الاستراتيجي غير المسبوق، كما تصف الوثيقة روسيا بمصدر قلق للأمن القومي الياباني. وكانت اليابان نشرت لأول مرة استراتيجيتها للأمن القومي في العام 2013، وتتضمن التعديلات الجديدة حق القوات اليابانية بشن ضربات مضادة ضد دول تعتبرها معادية، غير أن طوكيو قيدت تنفيذ هذه الضربات المضادة ب3 شروط. أجرت الهند تجربة إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى يمكنه حمل رؤوس حربية نووية، وذلك في ظل توترات جديدة على طول الحدود المتنازع عليها مع الصين. وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال برالهاد جوشي وهو وزير في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي: سيضيف الصاروخ قيمة عظيمة للدفاع وسيعزز الأمن القومي إلى نطاق أعظم، حيث أنه يستطيع قطع أكثر من 5400 كيلومتر. وتم إجراء تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي أنجي 5 من جزيرة أبو كلام قبال الساحل أوديشا شرقي الهند. ويسمح مدى الصاروخ باستهداف مدن رئيسية في المنطقة، وصدر تحذير للطيارين قبل إجراء التجربة المقررة مسبقا. ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ قالت إنها اختبرت محرك وقوس صلب عالي الدفع لتطوير سلاح استراتيجي جديد بتوجيه من الزعيم كين جونغ أون. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر ضمانا لتطوير نظام سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد.
وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون عبر عن توقعه بأنه سيتم صنع سلاح استراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية بحسب رويترز. أعلنت السلطات الماليزية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 19 شخصا إثر وقوع انهيار أرضي في موقع تخييم بمدينة باتان كالي بالقرب من مرتفعات جينينتينغ. وأضافت السلطات أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها من أجل البحث عن 14 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين في موقع التخييم بالقرب من ولاية سلانغور، مشيرة إلى أن هناك 4 أطفال من بين القتلى. وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 700 شخص يشاركون في جهود البحث والإنقاذ، موضحة أنه تم العثور على 61 شخصا أحياء من إجمالي 94 حوصروا جراء الانهيار الأرضي. وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد عرب في وقت سابق عن صدمته إزاء الحادث. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أعود فأذكر بعناوينها. دعوة لزراعة البذور الزيتية في مندفة. تطور الأنشطة الزراعية في عدخالة. إشادة بتضافر الجهود في قضايا الشباب. اليابان تكشف عن استراتيجية دفاعية غير مسبوقة وكوريا الجنوبية تحتج. الهند تختبر صاروخا باليستيا قادرا على حمل رؤوس نووية. وبيونغ يانغ تختبر محرك وقوس صلب عالي الدفع. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.